السيدة الحرة أو أميرة الجهاد البحري. حكمت تطوان وشفشاون خلال الفترة ما بين 1515 و 1542، وهي ابنة الأمير مولاي علي بن راشد العلمي وأخت الصدر الأعظم إبراهيم بن راشد. سميت بهذا الاسم تيمنا بعائشة الحرة والدة أبو عبد الله الأحمر آخر ملوك غرناطة، الذي كان صديقا لمؤسس مدينة شفشاون. وأمها إسبانية من منطقة قادش. اعتنقت الإسلام وتعتبر إحدى أهم نساء المغرب الكبير في القرن السادس عشر. نشأت السيدة الحرة في مملكة غرناطة، ولكن في عام 1492 عندما غزا ملوك الإسبان فرناندو الثاني وإيزابيلا الأولى مملكة غرناطة في فترة سقوط الأندلس، قامت السيدة الحرة وعائلتها بالهروب، حيث استقروا في المغرب. وبعد ذلك أسس والدها مدينة شفشاون